أحلام ما نبي وأخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل أنواع الخير الموجودة في هذه الحياة. عليكم السلام ورحمة الله. هلا سليمان، هلا والله وسهلا. أنا صالح حبيبنا. شماغ متوجري، الله عبليسك يا شيخ. تونا نقول على طول شماغ متوجري، متوجري يا حبيبي، الله يرفع قدرك. والله اني موجود بس منفس الفترة اللي راحت. اي والله كنت مالي خلق. يا لو تقول لي كيف الحال سطرت الكف. عب والله اقول لك هذا الحق ينقال. طال عمرك. اخر بث كان انقطاع النت. طيب اي عن انقطاع النت والاشياء ذي. يا ابن الحلال حقنا النمي ذولا يشغلون، الله يصلحهم. عليكم السلام ابو عتب، هلا والله وسهلا. طلع نفسيتك علينا نرقب منك يا حبيبي يا صالح. لا والله تكرمون. لا والله بس تعرف يعني ضغوطات حياة وزي كذا، وانشغلنا الفترة اللي فاتت. ما يعني ما ودي اطلع للناس الا بنفسية تناسبهم. هلا حبيبي ابو جسار، هلا ونعم فيك، هلا والله وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. تتابع ون بيس؟ وش ون بيس ذي؟ اكلة ذي ولا وش هي؟ فله وربي والله، فله وربك احنا. اي والله. وش الاخبار؟ وش العلوم؟ وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ وش سويتوا في غيابي؟ جالسين عاقلين؟ حبيتهم متابعيني. انا بك زود حبيبي، الله يرفع قدرك ابو جسار. عاد لا تبالغ عاد. اي والله يقول لا يبكي صار الدمام. اللي يشوف يقول يوميا لا حدث. لا الامور طيبه ان شاء الله. ون بيس سلطان يا نصاب، يا نصاب. انا بالعني انا قاعد اقول ذا الكلام، عارف انا وشه، عارف انه اصلا شيء يشرب. الله يزيدنا جهل فيها يا ابن الحلال، الله يزيدنا جهل فيها. صدق والله. وش هو المسلسل هو ولا وش وضعه؟ نفيسة سعود مطيري ولا عوائل نجد؟ انا ما ادري مطيري ولا عوائل نجد. اهم شيء اني مسلم، اشهد ان لا اله الا الله. اي والله يقولون مطران احنا. ولا تكلم عنه وعن اسلوبه الكاتب الرهيب اللي ينادونه بابا. وش السالفه والله؟ وش فيها؟ ترى انا غايب، ترى احس اني في اشياء غريبه صارت في غيابي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله مثلك ما اعرف يا ابو حلا، شكله انمي، شكله ايه شكله. بس معقوله يدخلون بالبث يسالون يقولون انت شكلك كذا وشكلك كذا؟ ها؟ صدق ابو مشعل ابو عتب، وش السالفه؟ انمي والله صدق انمي. يعني لهالدرجه انتم مدمنين عليه يعني؟ يقول بما انك رجال تتكلم في كل شيء عندك حل للطنين، يعني ما تدري هذه سبه ولا ولا فعلا هو. والله مشكلة الطنين شكله جاي كف من احد الكبار الله يحفظه. عطاك سطرة يا رجل خلت اذنك تطنطن. استغفر الله. كاتب مخلي المتابعين ينادونه بابا والبنات ينادونه وشيء. اعوذ بالله. انا تكلمت اذكر لا يكون هو شو اسمه ذاك يقول احبكن، هو نفسه رايح احبكن ولا واحد ثاني؟ شو قصتهم ذاك؟ شو طالع لنا واحد الله يصلحهم. اي هو نفسه. الله يصلحه ويفتح على قلبه، الله يصلحه. والله يا اخي الواحد يعني لابد انه يراعي كلماته. يعني ما باي واحد يجي خلاص تطلعون زي كذا بينك علاقه مع المتابعين، علاقه الكترونيه ما توصلك لمرحله احبك وهذا دلوخ بابا. يعني الحمد لله انه بابا. اي والله الله يصلحه، الله يهديهم، الله يهديهم ويفتح قلوبهم يا رب وينفع بنا. وش رايك بالدعايه المثاليه؟ ما ادري، استغفر الله واتوب اليه. شوف انا فاهم قصدك. يعني الواحد اذا جاء طلع للناس الافضل انه يطلع افضل ما عنده. تلقاك انت مثلا تعرفه، يعني زي الحين مثلا واحد يعرفني عن قرب
عندي مشاكل أنا وعندي أشياء ما لها داعي، صح؟ أكيد شيء طبيعي، بشر أنا. فتطلع للناس وأنت نظيف، هذا هو الصح، هذا ما له علاقة في المثالية. أنت الآن ملزم أنك تخرج أفضل ما عندك للناس بفكرك وبكلامك وبأسلوبك. أنت خارج بعد الشاشة شيء ثاني، هذه مشكلتك لازم تحلها، لكن لا تخلط هذا بهذا. واضح؟ بارك الله فيك. بس ترى أنا شخص طيب ترى، حتى برا تشبه واحد عندي بالدوام نفس الصوت. مو أنا واحد ثاني، ايوه اشبه له زين. اهم شيء عنده فلوس ما شاء الله عليه، بس مو زين اقنعه. شوف، مو بزينه اذا كانت تؤثر، اذا كان لها يعني ان يترتب عليها امور. يعني مثلا يجيك واحد مثلا ملتحي وياخذ فلوسك وانت تحسبه انه مطوع، تعطيه فلوسك كامله. هنا اللوم مين؟ اللومك انت، لانك انت اللي وثقت باسلوب لانه مطوع. لا، غلط. مطوع مو مطوع، حاط حواجب، حالك حواجبه. هنا في معاملات ماليه ينبني عليها امور ثانيه ما لها علاقه. لا تربط هذا بهذا، لا تربط الفلوس والتجاره مثلا بس انه عنده لحيه انا وثقت علشان عنده لحيه، انا وثقت علشان انه يركب لكسس، انا عشان وثقت. لا، غلط. فالأقنعة ذي أنت تكشفها وأنت تعرفها بمجرد المعاملات والمعرفة، فلا تكون هذه مؤثرة عليك أنت المتلقي. واضح؟ بارك الله فيك. يلا اطلع برا. لا خليك جالس. وش رايك باللي شخصه؟ طيب وشلون يشخصون؟ مظاهر احيانا خداعه. اكيد يا سلطان. اليوم سويت مقابله وظيفيه، ادعوا لي انهم يوافقون علي. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك، الله يوفقك يا رب ويسددك ويجعل كل ايامك خير وبركه. قل امين. ويا رب انه يكون الخير سواء في هذه الوظيفه ولا غيرها. وش علاج السهو في الاستغفار؟ السهو في الاستغفار كيف تجي هذه؟ السهو في الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وتقول كلمه غير استغفر الله. شيء طبيعي، بشر انت. يعطيك الله عز وجل على قدر اللي انت تقدمه لله عز وجل. فكل ما كان قلبك حاضر كل ما اخذت اجر افضل وفائده افضل. واضح؟ انت رازق؟ واضح. بارك الله فيك يا حبيبي انت. يقول لك يا حبيبي ابو نواف الله يسعد الوجه. ابو نواف؟ من هو ابو نواف ذا؟ تمدح واحد ولا على صاحب البث؟ امدحني بعدين امدح صاحب البث. امدحني بعدين امدح ذا. يعني ما يركز فيها يعني استغفر الله استغفر الله استغفر، بعدين يسولف. يا شوف، تنال اجر ذكرك لله عز وجل كله خير ترى. لا يحبطك الشيطان يقول لازم حضور قلب. مستحيل. وين؟ شلون حضور قلب في كل الازمنه وفي كل الاوقات؟ مستحيل هذا يصير، ولا يحصل لاحد ترى. طمن نفسك، ما حد يحصل له حضور القلب الدائم. لابد يغفل قلبك، يغفل، بس لا يغفل لسانك. يعني بعضهم ما شاء الله تبارك الله تلقاه متعود وهو يشتغل وهو ياكل استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه. قلبي هين تلقاه منشغل الحين، منشغل في الأكل. أنال أجر على هذا الكلام؟ إيه والله تنال أجر. الله عز وجل كريم يعطي، بس ممتازة هاي. استغفر الله استغفر الله عادي ترى. السلام عليكم بالإنجليزي. عليكم السلام ورحمة الله. صحيح، اشغل لسانك حتى يشغل قلبك. أحسنت بارك الله فيك. والله شوف، أنا أحب أشكر في المكسرات، يعني عين الجمل، البيكان، الفول السوداني، اللوز، صنوبر، زبيب شوي، كله شوي، بندق، ايش بعد؟ فستق، بيسات، شو مش يسمونه ذاك بالانجليزي، اللي اذا كان مثلا الحلب اذا قلته بالفستق يصير ب5 ريال، اذا قلته بالانجليزي يصير 27 ريال. نعم، هذا اللي صار ببعض الكافيات. بستاشيو، بستاشيو. اول ما يقول لك بستاشيو يعرف انه بيصرخك ب27 ريال. لو كاتب بالفستق 3 ريال 3.5 زي كذا. نصيحة: استبدلوا الشيبسات بالمكسرات. اي والله يا عبد الرحمن، اي والله هذا هو الصح. فيها فيتامينات وفيها امور تحتاجها ومعادن، اوميجا 3 وما ادري ايش، يعني اشياء كثيرة يحتاجها جسمك. رهيبة كأنك بالفايق. طيب، انا عندي خمول وتعب عند القوم من النوم، ايش تنصحني؟ كم عمرك؟
كم عمرك وعلمك وش انصحك. المكسرات المالحه تجيب الضغط، مو بشرط، لا كلها مالحه بدون مالحه، محموصه ما ادري ذا بدون، عادي كله خير ان شاء الله. 21 وتحس بخمول، وضعك صعب، لازم تكشف على نفسك او تغير انت ما ادري وش روتينك، يعني هل روتينك هو اللي مسبب لك هذا الشيء؟ نوعيه اكلك، وش تاكل اندومي؟ انت زي ذاك اللي يقول اكل اندومي 7 مرات في اليوم. انا ابليس بطلوا يا شيخ، اي والله 7 مرات اكل اندومي باليوم، شيء طبيعي انه هذا شلون يقوم اصلا من فراشه؟ اي والله، يعني تلقاه ببطل مغص وحالته حاله، ريحته ريحه كيس اندومي من قوه ما يبلع من هالاندومي. فلازم انت تراعي مساله الاكل، رياضه، تحافظ على امورك الدينيه، صلاتك ترتبك تخليك مستصح، اذكارك يعني قبل النوم حاول انك تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 تمام 100 34 الله اكبر، عرفت؟ سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 34. هذه ترى من الاشياء اللي تعينك صحيح والله، هذا شيء مجرب ولله الحمد. في كثير امور لازم تسويها. 21 يا رجل، انت 21 المفروض في انه انت ما تقوم زينا، انت تنط من الفراش، كنت تنط وتسوي تمارين من قوه النشاط. 21 لازم تكون نشيط، فانتبه بارك الله فيك، انتبه. اذا انت والله عندك مشاكل يعني فعلا غالبه عليك، انت روتينك تمام ذا، سو تحاليل، يمكن عندك نقص من هنا ولا من هنا، تضبط امورك بحول الله وقوته. العسل والزنجبيل هذه شوف سلطان ما شاء الله فنان ما شاء الله عليه، ما هو خبرك الامور. الله هذا المشكله الواحد يعني من النوع اللي شو اسمه صار الله المستعان. اكيد هذه تضعف كل شيء فيك، حتى عيونك تضعف، تصير كذا كأنه عمرك 71. هذه مشكله لازم انت. ابو جسار عاد خرطها، عاد ابو جسار يقول حليب لبل، يا ابن العالم حليب لبل احنا انا وياك نشرب ابو جسار، لكن هم ما يعرفون يا رجال. انزل بالدنيا وجيب اعوذ بالله يا دلبح، شو السلامات، وش الكلام هذا 21 وتقول هذا الكلام؟ لا اضبط امورك ان شاء الله، وتضبط امورك وتسوي رياضه وتمارين مقاومه والاشياء هذه كلها باذن الله تخليك ان شاء الله، والنتيجه تجي تباعا، ما تجي بيوم وليله. وخفف من الاشياء اللي انت خابر. طيب يقول ابو حلا ما قال لك انك ماخذ قلوبنا واحنا نحبك ودمنا بثك حتى لو اتمنى بثك حتى لو انها قليل، ولكن نستفيد كثير. الله وجهك كلام جميل، بس صراحه شوف كذب خيبه، ما قالوا لي انت الحين اول واحد تقول لي الله يجزاك، اعطوا لك ذا يستاهل ذا ما شاء الله عليه. ابو حلا اخبرك تقول لا تطلع من 20 الا وانت متزوج، وش وجهه نظرك؟ اي والله تكفى عمر، قادر تقدر انت تفتح بيت تضبط امورك تصرف على بنت الناس، يعني لو بالاساسيات انت وياها تكونون نفسكم تطلعون وتجيبون الكماليات. اذا عندك الاساسيات، عندك تقدر تجيب بيت، تقدر بالاشياء البسيطه، ما نقول لك والله روح وفخفخ، بالاشياء البسيطه. عندك بيت، عندك سياره، عندك راتب، تقدر تمشي امورك لو بالقليل، تكفى. لانك بتنبسط كثير، بتنبسط وتدخل جو تحتاجه نفسك انت وياها، مو انت بالحالك، انت وياها تعينون بعض وتتفقون ذا، واذا ضبطت الامور طلعوا لنا واحد يشبه لكم ما شاء الله. اي والله، وتضبط الامور بحول الله وقوته. لا والله مو بقلق، القلق والله الحياه اللي انت عايش فيها. اي والله تشوف الناس جات الساعه 12 بهامنا واخوياك بالصراحه كلهم متزوجين الا انت. يلا عن اذنكم يا شباب، والله عندي دوام بكره. نصاب انت مو بدوام، يروح ينبسط. اي والله وانت جالس تحسب انهم يا رجال اذا جاء طار الزواج، يا رجال الزواج هم وغم، لانه ما يبون عيونك يخافون منك لانك عزوبي انت، ما يتكلمون عندك زي كذا. يا رجال هم والله انك مبسوط يا رجال، لا راح وينك يا فلان؟ والله بالمطعم. وينك يا فلان؟ تسمع صوت اي والله. المشكله هذه، فتلقاهم هم منبسطين بس ما يقولوا لك، خايفين من عينك. فحاول قدر المستطاع تضبط امورك وتدعي ربك
وتقدم النية، تصلح النية مع الله عز وجل وتضبط الأمور إن شاء الله. اي والله تلقى مختبرات البرج يسوي تحليل كل شهر، يسوي تحليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تواصل نصر 40 ولدك رجال، حلو الشعور. أحسنت هذه من ضمن الفوائد. نعم. قلنا وش الأجواء اللي بالزواج؟ لا عيب يعني الدسم، تحبون السواليف هذه أنتم. الأزواج الأجواء حلوة وجميلة ويحتاجها كل إنسان مسلم يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدنيا اختلفت، كل شيء غالي، من يقدر يمتلك بيت حاليا؟ ليش تمتلك؟ ليه؟ على طول تمتلك بيت؟ عادي يا أخي، روح استأجر بيت، امتلك بيت عشان تتزوج. تقعد طول عمرك يمكن ما تزوجت ولا امتلكت بيت. تلقى لا هذه ولا هذه. لا غلط يا أخي. احنا مأمورين طال عمرك إنه يعني مشي نمشي في هالحياة، مو جري ورا هالمال مشي، والمشي هذا يجيب الخير إن شاء الله، يجيب الخير البسيط فيه بركة بإذن الله، يتبارك الله عز وجل، يبارك لك الله فيه حتى لو إنه قليل. فحاول إنك تعدل تفكيرك. يعني بعضهم يقول لا لازم يكون عندي رصيد كذا، ولازم يكون عندي سيارة كذا، ولازم يكون عندي مدري إيه. راح العمر ولا أخوك يلحق تكفى. الناس الرجاجيل سبقوك وانت جالس تقول أبي ولا عنده، لا ولا النتيجة وش صار عمره فوق 40 ولا فوق 50 ولا لا بيت ولا سيارة ولا تلقاه على قد حاله، لأنه في أساسيات راحت وتعدى وقتها. فحاول قدر المستطاع إنك تلحق عمرك، يعني سواء كنت بال40 سواء حتى لو إنك بال50، الحق عمرك يعني فيك حيل، توكل على الله، رح واقدم وانبسط على ما بقالك من العمر. أحد الوهن العظيم ما أدري. زواجي شهر 6 إن شاء الله، الله يتمم علينا يا رب دعواتك. يا الله يا رب يوفقك يا سلطان ويتمم لك بخير ويجمع بينكم في خير يا رب، ويرزقك يا رب الذرية الصالحة المصلحة. أحبي لك يا سلطان تتزوج إن شاء الله ويجيك عيال يشبهون لك صغار. أي والله. إيجار شقة بالرمال من أسوأ أحياء شمال الرياض ب50,000 مو معقول. لا تسكن بالرياض، اسكن برا. شوف إذا بندخل بمثل هذا التفاصيل أكيد والله ما نتقدم ولا خطوة، لكن قول يا رب، الله اللي بيعينك يا رجل. يعني وش اللي 50 مو بصحيح ذا كلام. شو بتستاجر فيلا أنت؟ الناس مستاجرين ب18 وب16 وبالرمال، عاد تبي الرمال أنت؟ والله العظيم إني أعرفهم أقسم بالله إنه مستأجر ب18,000. وين ال50 هذه؟ شفت هذه هي النوعية اللي أنت تقول عن اللي أنا أقصدهم تو، إنه لازم يكون على طبقة معينة علشان يقدر يدخل هالعالم اللي أنت تقول يا بندر أنا بتزوج. 50,000 وصلت بأحياء شمال الرياض هالمبالغ هذه. يلا الله يصلح الحال. متخرج لي 6 سنوات ما تتوظف إن شاء الله، تتوظف وبإذن الله يجيك رزق وتجيك، لكن لا تعطل نفسك. اشتغل مع الرجاجيل وروح وارضى بالقليل ويجيك الكثير بإذن الله. لا تقعد الموضوع علشان لا تعقد الموضوع علشان لا تتعقد معك الزواج. نعمة، أحسنت. غلاء المعيشة يا أبو إبراهيم، اي صح غالية المعيشة، بس انها تكون ليش نسمع انه بعض الشباب الصغيرين، مو الشباب الصغيرين، بعض ذوي الدخل المحدود، يعني شوف بيني وبينك الطبقة المحكوكة، الطبقة المحكوكة تلقى متزوج عنده عيال. شلون يا أخي؟ صح انه محتاج ومدري ايش، صح، لكن كيف تزوج؟ حاول تفكر فيها، صدقني بتصل لجواب. تذكرون سالفة ذيك اللي يقول السكن مسألة فكر؟ قسما بالله انه صادق. ذيك اليوم ضحكنا عليه، وش اللي فكر ومدري ايش، كيف يعني افكر ويجيني بيت ضحك. والله العظيم انه كلمته صحيحة 1,000,000%. فعلا في امور كثيرة تحتاج الفكر، منطق، تعرف كيف تفكر. عندك امور، في اشياء ما لها داعي تسويها، وفي اشياء الله يصلح. الله مطوع، اي ما قد شفت مطوع؟ بسم الله عليه، بسم الله عليه يا بنتنا، بسم الله، ما قد شافت مطوع في حياتها شكله. مطوع حلو، وضع صعب ذي. اضبط عمرك الله يقلع ابليسك يا. المشكلة اسمها نور. طيب يقول مفروض المهر 5,000، مفروض 5,000، بس مفروض شوف 5,000 ذي المفروض ما تكون لك، لأنه أنت واضح إنك إنسان مادي مرة بحت. يعني هي المسألة مو مسألة 5,000، يعني في ناس والله يشترون رجال، بس إنه يعني في محسوبيات. يعني بنتهم يا أخي هذه يعني بيشجعونها كذا، حال على 5,000 وين بتسكنها؟
كيف بتعيشها، وكيف في امور كثيره مترتب عليها. هي السالفه مو سالفه مهر بس، لا في ترتيب. لو صارت عليك انت، لو صارت مثلا انت رجال الحين وعندك بنت تبي تتزوج، جاك واحد قال والله ابي اتزوج بنتك بس تكفى المهر 5000. هنا في قياسات. انت وش انت؟ تعال شوف والله وضعك، عندك فلوس، عندك دخل، عندك وظيفة، عندك بيت، مقومات الحياة الأساسية، دينك قبل هذا كله، مقومات الحياة الأساسية كويسة تمام، مؤهل أنت للزواج، دوس تعال. اي والله أنا اللي أدفع لك المهر، تعال بس. والناس تختلف طبعا، في بعضهم يبيع بنته والله المستعان، لكن الناس تختلف. الله يرزقكم يا رب بالازواج الصالحين المصلحين، سواء بنات ولا شباب. هيك في حديث الفقير اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل مره. احسنت يا عمر، احسنت. لكن هنا في معنى خفي ترى، يمكن ما يوصل لكل الناس. حاول انك تفهم كيف. يعني لو حسبتها ماديا ما تجي، لكن المعنى اللي يريده النبي عليه الصلاه والسلام توصيله من خلال هذا الشيء، وهذا يعني معنى عظيم. يعني معنى لازم تكون عليه أنت يا المسلم، تكون همتك عالية. حتى لو كنت فقير، الزواج يخليك مستقر في بعض التفكير، علشان تنطلق من هذا خلال الاستقرار هذا، تنطلق للحياة، تعرف كيف تتعامل مع الناس، تكون مرتاح. في أشياء ترى مشعللة داخليك، ما تقدر تفكر في الأشياء الزينة. كل ما كنت مشعلل من جوا، في أشياء قدامك ما تهتم فيها، لأنك أنت أصلا تفكيرك رايح شيء ثاني. لكن لو استقرت هذه الأمور وارتحت، والنار اللي داخلك طفت، فاهمني انت، طفت واستقرت امورك طيبه، تلقاك تلتفت للحياه. وين الشغل؟ اعطوني شغل، اعطوني، خليني اشتغل زي كذا يعني. اللهم صل وسلم على النبي. حبيبي عبد العزيز، حبيبي الله يرفع قدرك، هذا من طيبك. سمعت في زواج كيف ابو يحيى، هذا ابو يحيى، شوف ابو يحيى وحاط صوره باص وزواج، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. الله يجعل الحياة مثل الكلام سهلة. والله شوف، يعني هو دائما اي صح، الكلام سهل فعلا، انا اتفق معك، الكلام سهل والواقع صعب. لكن حاول انك تخلي واقعك سهل. ما تجي ترى، والله ما تجي، مو سهلة، ما تجي من يوم وليلة. بس حاول انت انه تخلي واقعك سهل. الله على الشعور هذا. ترى في بعض الامور تقدر توصلها، تكون عند الناس صعبة، وانت تستغرب ليش هذا كذا مصعب الامور. سبحان الله، هو توفيق من الله عز وجل. ليش وفق هذا وليش ما وفق هذا؟ ليش خلى هذا يشوف الدعوة سهلة وهذا لا؟ شيء غريبة. ليش؟ في تفاصيل، في أسرار. اكتشفها يا أخي، سهلة، اكتشفها في حياتك وامورك طيبة إن شاء الله. يقول جتني هدية سعرها يضحك. والله لو سعرها مو ما عليها سعر، تبقى هدية، يبقى لها معنى، يبقى لها معنى عظيم جدا. الهدية والأشياء هذه لها وقع في القلب. لكن إذا شو اسمها هي بنتي دانا، إذا أنت تحسين أن الهدية هذه معناها كذا، معناها بقيمتها، فالله يسامح اللي أعطاك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنكم طيب. عليكم السلام يا عمر، عليكم السلام أبو سعود. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مشكلة الزمن ترزز وقلب حقائق واقع الأمر، صح. مع غدا بخاري أحد يبي يتغدى معي بروح وارجع وسلام. لا الله يستر عليك أبو يحيى، الله يستر عليك، الله يوفقك بالعافية إن شاء الله. لا تسلم من آخر شيء عشان تنام. تفرق إذا كانت غاد. طيب عليكم السلام ورحمة الله. هلا نادر، هلا حبيبي، هلا والله وسهلا. نصيحتك للشباب أعمارهم 20 تزوج، وش رايك فيه؟ احبك، الله يهديه ويفتح له قلبه. تكلمت فيه واعطيت رايي، شوفه موجود في قناتي. محمد بن عبد الله، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو سعود، والله ونعم فيك، والله ونعم فيك ابو سعود. بس القستات ودي اوقفها شوي، ودي اني اسولف معكم يعني افضل. لك سنت ب70 وتبون نتزوج، وليه تشتري سنت؟ والله ما تشتري ديزاير ب40,000. ليه تشتري ديزاير؟ ليه ما تروح تشتري يارس او لكسنت موديل 13 مثلا؟ كم موديل 13؟ كم سعره؟ جاوب يلا يا ابو 70. على طول يبي اكسنت يبيها وكاله. ليش تاخذ وكاله؟ خذ اي سياره ثانيه. فشفت هنا في مساله فكر، لازم تاخذ، لازم ترقى شوي شوي. توك متوظف تروح تشتري بي غلط. يعني مصروف الصرفيه عليها قيمه راتبك كله.
تشتري مثلا توك متوظف اول راتب، والله بكشخ مع الناس وانت تحب البرستيج، تروح تشتري لك بي ام، خربت بعد شهرين، خربت شو اسمه الفحمات، كم تركبها ب 2000 وانت راتبك 3000. ها تجي بارك الله فيك. لازم تركز ولازم تعرف كيف تبدا حياتك، وشوي شوي تكبر لين تشتري البي ام وانت عندك رخاء، مو عندك حاجه. فهمت انت راسك؟ يا حبي لك يا شيخ. اللي وراك ليه ما يسولف معك؟ اعوذ بالله من الشيطان. وينه حسبي الله عليه، انا حاس فيه انا. استغفر الله واتوب اليه. تحسبني انت مثل حق الانمي اخاف على طول؟ لا عارف انا اقيس الامور ذي. ترى احبهم والله حق الانمي، ترى انا يعني اخوياي طبعا الافتراضيين واللي غير الافتراضيين يعني يتابعون ترى انمي، عشان كذا طقطق عليهم كثير. يا حبي لهم. بعضهم وصل درجه اذا ركض بالشارع ايدين ورا. على الشخصيه راح فيها. اول مره اشوف مطيري ما يتابع انمي. انا بالشرك انا واحد من المطران اللي ما يتابع انمي. يا بندر والله انا احبك من جد حبيبي يا شو اسمه شعور حبيبي، الله يرفع قدرك يا شيخ. ابو حلا البنت ما يبون بنتهم تركب يانس، وانت ما في بهالبلد الا ذا الولد، ما في هذه البدايه. بالعكس احمد ربك، الحمد لله انك اكتشفت انه ما يبون بنتهم تركب يانس، الحمد لله، لانه في مؤشرات خطيره يعني، في دلالات تدلك انه هذه العائله ابعد عنها تكفى. اي والله اللي يشوفون بنتنا ما تركب يانس. ذكرتني بسالفه، واحده كانت تولد على وشك ولاده، وهم عائله مطخطخه شوي، عندكم فلوس ما شاء الله. فيوم جو قالوا طبعا فتره الحمل، انا بنتنا ما راح تولد ان شاء الله بالمستشفى الفلاني، مستشفى فخم فيه فلوس، وما مستحيل يعني لا المستشفى هذه لا مستحيل، معليش احنا المستشفى الفلانيه. المهم تخطيطات طول فتره الحمل، وتجيها الليله طال عمرك. اي والله، وبدات تتصارخ الحرمه، جات خلاص انت بيطلع ابو الشباب، ويلا دور وين ما نبيها المستشفى اللي احنا متفقين معهم، خلاص انتهى الموضوع. على بال ما يروحون يبي لهم مشوار، والبنت الله يجزاها خير استحملت بس ما عطت المسافه الباقيه. اي والله، تحطه طال عمرك بالمرتبه الخلفيه بسياره اخوها، لطخت الدنيا، لعبت بالدنيا لعب. قال هذا المستشفى. طلع المستشفى ما ادري وش سيارتهم ذيك الوقت. اي والله، المستشفى طال عمرك المرتبه الخلفيه. الله يصلح حالهم يا رب. دقنك تركيب يا شيخ، عيب ما يصلح تقول ذا الكلام قدام رجاجيل. لو شفت واحد ملتحي تقول لو سمحت دقنك تركيب، عيب يا بابا، عيب ما يصلح. لا تقول كذا رجاجيل. شاطر يا بابا، شاطر يا، خليك ساكت عشان نسمع السواليف الرجاجيل. خليك ساكت ها، ولا تكثر تمر. حبي له ولدنا ما شاء الله عليه. هل في سياره فوق 2017 ب 20,000؟ والله ما ادري، بس 2017 تجي الا تجيب فوق 20 تجي في سيارات، بس اهم شيء احرص على النظافه. ابو حلا نصايحك في فتره الملكه وقبل الزواج. فتره الملكه وقبل الزواج من افضل الفترات، وخاصه اذا كان في مكالمات، لانه في ناس هنا معنا ما شاء الله عليهم الله يوفقهم ما يكلمون بفتره الملكه. والله حلوه ذي الفتره، فتره ذهبيه. يقول لا احنا مع عاداتنا وتقاليدنا ما فيه الا بيوم الشوفه. الله يوفقهم يا رب، الله يوفقهم. لكن ترى اذا قدرت انك تكلمها تزرق عندهم يوم من الايام، بس مو بدك تغثهم كل اسبوع ولا كل يوم، ما يصلح. يعني بالشهر مره، بالشهر مرتين تروح انت وياه وتسولفون فتره الملكه، تتهاوشون بالتلفون. هذه فتره جميله جدا تتعرفون على بعض، بس مو بتحاول انك تطلع اسوأ ما فيها وهي تحاول تطلع اسوأ، لا، انكم تفهمون مع بعض، تشوفون وش نقاط الاتفاق بينكم عشان تكونون حياه جميله ان شاء الله. تتفقون 100% مستحيل، اكيد في وجهات نظر مختلفه. بندر من اهل الرياض، نعم، ما يبي يشبع قبل العشاء. طيب شكلك تقصد لي ابو حلا، حاولت لكن تم الرفض. سلطان انا ما قلت شيء، انت اللي فضحت نفسك بنفسك. اي نعم اقصدك، اي والله. سلطان شوفوا من النوع اللي مستحيل انه يتواصلون فتره الملكه. ملك الحين ما شاء الله سلطان، وزواجه ان شاء الله بشهر 6، ادعوا له بالتوفيق، الله يوفقه يا رب، يجمع بينهم خير. فهم ما يقدرون يتواصلون مع بعض، عاداتهم وتقاليدهم لا، خلاص نحترمها، وهم تلقاهم مبسوطين كذا عادي، يعني واثقين والامور تمام.
الله يوفقك يا سلطان. يعني فترة الملكة عندك الفترة الذهبية هي في بداية الزواج إن شاء الله. الله يوفقكم يا رب. حاول انك تكون لين وبفكرك الراقي هذا تكسبها وهي تكسبك وان شاء الله الامور تمام. عليكم السلام ورحمه الله. سلطان الدعوه عامه ولا خاصه؟ ابو جسار ناوي هبد بالرز الله يحفظه، ترى سلطان بالشرقيه مو هنا. ابو حلا والله ما يصلح. وش اللي ما يصلح؟ بسم الله عليك، وش بسم الله عليك؟ وش اللي ما يصلح؟ وينه؟ شكله قايل شيء عبد الرحمن وحنا ما شفناه. من تقصد من طيب يا زينك الله يرفع قدرك. طيب ابو حلا نصايحك طيب. وش فيك يا عبد الرحمن؟ وش اللي ما يصلح؟ ان شاء الله يا رب الله يتمم علينا، امين يا رب. امين الله يوفقك وحصن نفسك يا سلطان وامورك طيبه ان شاء الله. يا اخي التواصل بعد الملكه يفسد ما بعد الزواج، غلط غلط على حسب الشخص على كيف يتواصل. بعضهم يتواصل معها في الفتره هذه يتواصل تواصل شك. خلنا اكتشفها خلنا اشوفها. انت وش كنت تسوين فتره يعني قبل ما تعرفيني؟ شك غلط يا اخي، غلط. خلاص اترك ماضيها، انس ماضيك وانس ماضيها. تجي انت بعد تجي تقول والله يا اخي الله يتوب علي انا كنت كذا بس الحمد لله الان. غلط. كنت تفضح بنفسك. حسبي الله على ابليسك. اشوف فشلت لك قدام الناس. اسكت واستر على نفسك وخليك طال عمرك ماشي باسلوب جميل. طيب يقول هنا بعضهم يعرفها وتسهل عليه المعامله وقت الزواج. طيب بعضهم يعرفها وتسهل عليه المعامله وقت الزواج، صح. بعضهم يعرفها وتسهل عليه المعامله، يعرفها قصدك فتره الملكه. البعض كان يكذب فتره الملكه بعد الزواج يكتشف المستور، يعني صح بعضهم، بس انه غلط. يعني لا تكذب خليك واضح، بس واضح بدون كشف المستور. يعني خليك صريح خليك واضح. بس لو سئلت عن ماضيك جميل ماضيك جميل توكل على الله جو هيد على قولتهم. لكن ماضيك فيه لخبطه وفيه اشياء وفيها بعضهم الله المستعان فيه درنك. والله ماضيه فيه درنك، والدرنك ما يصلح انه ينقال. ستر الله عليك والحمد لله امورك طيبه خلاص اسكت كل هوا واسكت. مو لازم يدرون كل الناس بالحاره. اي والله اللي ما يتواصلون فتره الملكه بيعاني اول ايام الزواج. مو شرط. في ناس فكرها راقي جدا زي سلطان ما شاء الله متقبل هذا الوضع، بالعكس تلقاه ايامه الحلوه ان شاء الله تنتظره باذن الله. الزواج يوجب ما قبله يا ابو حلا. اكيد يا عمر، اكيد لازم يصير كذا يا اخي. اذا الله عز وجل يغفر لك ما تبيه البشر يغفرون وينسون ويتناسون، لكن لازم تستر على نفسك زي ما ستر الله عليك. استر على نفسك واسكت. لازم كل شيء تعرفه هالمراه. اي والله. الولد والبنت من الزوج. الولد والبنت من الزوج او الزوجه. ما فهمتك خويلد. سعد يا سعد، انت لو امرمر من عندك سفن سطلت. خف علينا يا رعب تكفى. خف علينا يا سعد. يا رجال يقوي الخصوبه يا رجال. يا عمي طير تكفى. شرط لو احط لك سفن سطلت 3 ايام. انا ادري عارف راسك. ولدي دخلت الروضه ولازم اروح معه، هو خواف وش الحل لي شهر. عادي روحي معه، وش المشكله؟ روضه ترى ذي تو ما دخل الجامعه. هو لو انه في الجامعه في المدارس المتقدمه كان ممكن نقول فيه مشكله، لكن روضه اكيد يبي حنان الام يبي. روحي معه وخلي بدل الشهر شهرين بعد، وش المشكله؟ بس عاد كل ما يعني خليه يندمج. يعني مثلا دخل مع انشغل مع البزران خلاص روحي واجلسي بعيد. والله صح تعال انا هنا يا مسلم، انا هنا يا بابا يا ماما، انا هنا اصبر شوي. وبعدين سوي له 2 3 4 مرات خلاص يسلك مع شو اسمه البنات والعيال الصغار طبعا في الروضه. طيب كيف مطوع ولا بلغت سعد؟ وش فيه؟ لا سعد عارف راسه يا رجال، عارف من النوع اللي لو مررت سفن سطل عارفه عادي. سعد حبيب ترى يحب الناس والناس يحبونه، بس انه لسانه متبرد منه شوي الله يحفظه. استغفر الله واتوب اليه. استغفروا يا جماعه صلوا على النبي. اي والله. شفت سعد عارفه سعد عنده سالفه بس يهلج. حبيبي سعد الله يوفقك سعد. المشكله يقول ادخلي معي بالفصل مره متعبني شوي. يبي لازم يكون في جرأة شوي. ترى هم كذا بالفتره هذه متعبين شوي.
وترى معليش اقول لك هذا الكلام، السبب منك انت. انت اللي هيأتيه لهذا الجو، انت اللي خليتيه في كل تفاصيل حياته انت معه. لا افصلي شوي، اقصد بالبيت يعني. يقول ادعو تحنية سليمة متمم حملي. اسال الله يا هلالية ان يوفقك وان يتمم حملك ويرزقك يا رب بالذرية الصالحة المصلحة السليمة يا رب. بس لا تحاولين تتعصبين اذا جات مباراة الهلال ولا النصر ولا ها. اي والله التعصب يضر الجنين. بارك الله فيك، الله يوفقكم يا رب. نعم بعض الابناء يحصل معهم. طيب الله يحبك يا حبيبي، الله يحبك. ابو حلا ناقص اقول احبك يا بناتي. الله يستر منك انت، وضعك صعب. استغفر الله واتوب اليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. استغفر الله. كم الساعه؟ مثلا اعطيتكم وجه. اي والله اعطيتكم وجه. خليني بروح اشوف اشغالي. كان هذا البث خفيف وتجديد اللقاء معكم. واسمحوا لي والله على القطعات، لان احيانا تعرف النفسيه تفصل. ايش رايك خليه اروح وارجع اذا خلصوا. احسن حل هذا، احسن حل ما داموا في منطقه امنه يوم اوس. احسن حل انه تخلينه في امر الواقع، يصيح ينفطر يوم يومين، بعدها الايام ان شاء الله تضبط اموره. لازم يكون في جرأة شوي في التعامل معه. الله يوفقك يا رب، يقر عينك يا رب بصلاحه وصلاح اخوانه اذا كان له اخوان. طيب نشوفكم على خير. والله انا ودي اجلس لكن في اشغال وفي ذا، لكن باذن الله كالعاده باقرب فرصه نبث معكم ونسولف وناخذ ونعطي. لكن والله اني مشغول، والفتره اللي راحت كنت منفس شوي. لو تقول لي كيف الحال سطرت الكف انت وياه. نعم، وانا ما اطلع معكم الا احاول اني ارسم البسمه على وجيهكم يا حبيلكم. لا احب لا ما يصح، احبكم الرجال البنات لا. الله يوفقكم يا رب ويسعدكم ويعطيكم حتى يرضيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك اللهم ونتوب اليك. اشوفكم على خير في امان الله.